السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك على الجميع. النهاردة هنعمل لكم أحلى كحك للعيد، كحك جميل جدا، هش وطعم خطير وما بيلزقش في بقك أبدا، وبمقادير سهلة جدا وبسيطة. المقادير اللي معانا: كيلو ربع سمنة أي نوع، بلدي أو نباتي زي ما تختار، و50 جرام سمسم محمص، و125 جرام سكر بودرة، و10 جرام خميرة وباكو بيكنج باودر، و600 جرام حليب، و2 كيلو ونص دقيق. هنبدأ بقى نحط كل الحاجات الناشفة مع بعضها: الدقيق والسكر والخميرة والبيكنج باودر والسمسم، وهنقلب كله كويس مع بعضه. وبعدين هنكون مسيحين السمنة بتاعتنا، ودافية طبعا، ولا سخنة ولا باردة قوي. وهننزل بيها بقى على الخليط بتاعنا اللي هو الدراي كله ده: الدقيق والسمسم والخميرة والبيكنج باودر. وطبعا لو عندك ريحة كحك وتحط معلقة مفيش مشكلة، بس انا مستغني عنها. وطبعا هقعد بس فيه بقى كده لغاية ما يتبس كله مع بعض كويس جدا. بس فيه على قد ما تقدر. احنا طبعا بنعجن من غير مكنة، للناس اللي هي سألت ان انا ما عنديش مكنة او مضرب اضرب بيه، فاحنا بنعمل يدوي اهو عشان كله يبقى واخد باله ويستعمل الطريقة عادي يدوي. طبعا هنبس كويس جدا، وهيبقى فاضل معانا كده اخر حاجة: الحليب. هننزل بقى بالحليب بتاعنا، ودي اخر مرحلة في العجن. وطبعا دي مش هنعجن فيها كتير قوي، يا دوب بس هندخل الحليب بتاعنا في العجينة كده وتبقى كلها تتجانس مع بعضها. وطبعا بعد كده هنمسكها بقى، نحطها كده على جنب كده على الرخامة، او في نفس الحلة اللي بنعجن فيها. وهنغطيها طبعا بكيس بلاستيك، ونسيبها بقى شوية تخمر كده بتاع حوالي ربع ساعة قبل ما نبدأ نشكلها. كده العجينة جاهزة معايا. قطعناها بقى على قد الكحك اللي احنا هنشكله زي ما احنا عايزين، سواء هنحشيه او هنعمله سادة. طبعا انا المرة دي هعمله سادة عشان اوريه لكم كده سادة، وبعدين هنعمله بقى بأي حشو زي ما انتوا عايزين. بعدين هتنقشه بقى بالطريقة اللي تعجبك، ممكن تعمله على غربال، وممكن تعمله بمنقاش زي اللي انا عملت بيه ده. وطبعا هتسويه على حرارة 170 درجة لمدة ربع ساعة او 20 دقيقة. انا استوى معايا على 20 دقيقة وطالع ما شاء الله هش. وطبعا زي ما انتوا شايفين مستوي من بره ومن جوه، ومهما تاكل منه اي كمية عمره ما يلزق في سقف بقك. كل عام وانتم بخير، لا تنسونا من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.